أول بحيرة معانا بحيرة الموت أو البحيرة القاتلة. البحيرة دي موجودة في تنزانيا. طبعا على الرغم من إن البحيرة شكلها كويس ومنظرها طبيعي حلو، ولكنها فعلا قاتلة، لأن درجة حرارة المياه بتصل ل60 درجة مئوية، ونسبة الحموضة بتصل من 9 ل10.5 درجة. طبعا البحيرة بتسبب ضرر لأي حيوان أو إنسان بيلمس المياه فيها. ممكن الإنسان يصاب بالعمى، والحيوانات بتتحول لمحنطة أو ممكن تتحول لحجر. واللي اكتشف الموضوع ده مصور فوتوغرافي اسمه نيك برانديت. طبعا العلماء بيرجحوا ان سبب التحول او سبب تحنيط الحيوانات دي بسبب درجة حرارة المياه العالية ونسبة الحموضة العالية اللي موجودة فيها. ان البحيرة دي كانت عبارة عن منجم نحاس، واتقفل سنة 1982. طبعا بسبب الامطار والمياه الجوفية اتحولت البحيرة دي من قطعة صغيرة لمساحة كبيرة. طبعا مع الوقت بتزيد، وكل فترة بتزيد لأكبر. هي حاليا المفروض ان هي 65 كيلو بعمق 2 متر، وعرضها كبير جدا.